في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها والبلد فيها، احنا هنعمل الفيديوهات الجايه دي كلها كلام موجه للرجاله. الرجاله اللي متحمله مسؤوليه البيت، من مصروف البيت وطلبات البيت والكلام ده. وفي رجاله كتير بتعمل كده. ودي حاجه حلوه، لان الست بتبقى برضه عليها مسؤوليات كتيره، البيت وعشان تعمل كل حاجه على اكمل وجه. لو انت عندك وقت وتقدر تجيب كل حاجه من بره وانت جاي، وتجيب اي التزامات للبيت، ده خير. وبالنسبه بقى للرجاله اللي هي فعلا بتعمل كده، انت ماسك المصروف وعايز تدبر وعايز توفر، ومش عارف تعمل ايه وانت ماسك المصروف، كلامي النهارده والفيديوهات اللي جايه كلها هتكون على نفس السياق. عشان تقدر تدبر وتوفر، اول شرط واهم شرط هو يكون في بينك وبين مراتك اتفاق وود وحب وتفاهم. لو انت اتفقت انت ومراتك على كل حاجه تخص بيتكم، على كل حاجه تخص ولادكم، البيت هيمشي. الاتفاق ده مش معناه